السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وعدتكم ان انا هعمل سلسلة كده للحروف، تمام؟ بس هنعمل حاجة اسمها stories of letters، يعني قصص للحروف. طيب هنبدأ كده يعني من البداية خالص بليتر A، تمام؟ وعشان خاطر ناخد لتر A وندخل ونقول القصة بتاعته مش هندخل كده على طول، تمام؟ لكن اول حاجة لازم تعرفيها للطفل ومن البداية خالص، والطريقة اللي انا يعني هشرح بيها دلوقتي دي، الطفل هيخرج معايا من السيشن اولا حافظ شكل الحرف، تاني شيء حافظ صوته، وتالت شيء حافظ شكله. يبقى حافظ شكله وصوته واسمه كمان، يبقى حافظ 3 حاجات. لازم يخرج معاكي من السيشن حافظ 3 حاجات: شكل الليتر ازاي بيتكتب او الدايركشن، اتجاه كتابة الحرف الصحيحة. تاني حاجة لازم يكون عارف النيم اوف ليتر او اسم الحرف، وكمان لازم يكون عارف الساوند اوف ليتر او صوت الحرف. طيب اول شيء لازم نعرفه للطفل ان هو يكتب ازاي الحرف بطريقه صحيحه. لازم نعمل له 2 lines. لو عندنا كراسات مسطره زي كده، انا مش مهم عندي الطفل يكتب 100 مره او نديله، لو مش متوفر معايا الكراسات اللي هي الانجليش اللي هي العاديه، هعمل ايه؟ هعمل له 2 lines واقول له يلا هنتعلم النهارده ازاي نكتب letter A، تمام؟ نبدا نعمل له في البداية 3 dots كده، ونقول له هنمشي منين؟ من هنا، من اتجاه الايه؟ اليسار او الليفت. ونعمل ايه؟ نعمل لاين كده from down to up. لازم نمشي الخطوات نفس الخطوات دي بالظبط، عشان كل لتر له دايركشن او اتجاه معين لازم الطفل يتعود عليه من البداية خالص. بعد كده هننزل لاين تاني from up to down. دي ال3 محاور اللي الطفل هيمشي عليها اهو، من تحت كده يطلع فوق، بعد كده ينزل، بعد كده الخطوه الثالثه هيعمل ايه؟ سلاش كده في النص. كده بقينا نعرف ازاي نكتب لتر A، ونعرفه ان ده كابيتال A يعني حرف كبير. عنده اخ تاني ولازم نعمل الرابطه دي للطفل، ما نعلمش الحروف كلها كابيتال ونرجع تاني نتعب ان احنا عايزين نعلمه الحروف دي سمول. لا، لازم نعرفه الاتنين مع بعض عشان يعرف ان كل لتر كابيتال عنده اخ تاني اصغر اسمه سمول لتر. لتر اي سمول بيبقى ده شكله وبيتكتب كده هاف سيركل كده، وبعد كده هنطلع بلاين فوق كده سنه صغنونه، وهننزل تاني على السطر، تمام؟ نعمله مره تانية، هنعمل كده هاف سيركل، وبعدين ما تسيبش ايديك، اطلع فوق سنه صغيره، وبعد كده ننزل على السطر between 2 lines، يعني بين السطرين. كده عرفنا للطفل اللي هو اول حاجه اللي هو الشكل letter A، وكمان النيم اوف letter اللي هو اسمه ايه ده، هيقول لي letter A، يبقى ده شكله وده اسمه. طيب بعد كده هقول له ايه؟ طيب letter A ده عنده صوت زيك كده، مش انت لما بتتكلم انا ببقى عارفه ان انت يا احمد بتتكلم مش حد تاني؟ منين؟ حتى لو انا مش شايفاك، من صوتك. كمان احنا بنعرف الليترز من صوتهم، تمام؟ يبقى احنا لما بنشوفهم في ايه بنعرفهم؟ في الكلمات او الوردز. بقى هناخد كلمات كتير قوي فيها لتر A، sound of A، sound of A، sound of A، تعالى نسمع كده صوته. يلا نبدأ نكتب كلمات كده زي كلمة ant start with A، ant، تمام؟ تعالى نشوف كده كلمة كمان فيها sound of A زي كلمة arm. طيب نشوف تاني apple، ونأكد قوي على صوت اللتر، هو ده اللي يهمني في الكلمة كلها، في
المرحلة دي ما يهمنيش غير لتر A وصوته. طيب تعالى بقى نعرف مين دول في ستوري. مش هنعرف اساميهم دلوقتي او معناهم الا فين في ستوري. تعالى نسمع ستوري كده مع بعض، وبعد كده ايه، طبعا انت بتحب الرسم والتلوين، وكل الاطفال بتحب في المرحله دي الرسم والتلوين جدا، فطبعا احنا هنستغل ايه، هنستغل الفرصه دي ونبدا نعمل لهم كده ايه، ستوري letter A. يلا نحكي عليها ستوري كده او قصه حلوه قوي، والطفل من الستوري دي هيطلع عارف 3 words وحافظهم كمان، ويقدر يحكي لك الستوري تاني ويحكيها لك ويبقى عارف الكلمات اللي فيها. هنقول له ايه، letter A capital ده اهو، كان بيسمع الكلام وكان شطور قوي قوي قوي. مامته قالت له ايه، تعالى معايا هنروح الحديقة، تعالى معايا هنروح الجاردن او الايه او الحديقة. سمع الكلام letter A وقام رايح مع مامته الحديقة. تمام. طيب letter A عشان هو كابيتال وكبير، طلع له حاجة كده قوية قوي وكبيرة، اسمها ايه دي بقى، اسمها الارم. اسمها ايه، اسمها ارم. ارم يعني ذراع. ارم اللي هو ايه، ارم يعني ذراع. يبقى هو علشان خاطر كان قوي طلع له ذراع او ارم قوية قوي. ها، يبقى لتر ايه راح مع مامته فين، ها، جاردن او حديقة، وكان عنده ايه قوية، كان عنده ارم قوية. بيبص كده من بعيد شاف شجرة كبيرة كده واقفة قريبة منه اهي، الشجرة اهي كبيرة او تري. تمام. طيب يا ترى الشجرة دي كان فيها ايه، تعالى نشوف كده مع بعض. طبعا انا بعرفش ارسم كويس، بس طبعا يعني حاولوا بقى انتوا ترسموا لهم رسم احسن من اللي انا برسمه. هنقول ان هو هنا letter A capital مد الارم بتاعه على ايه، على الشجرة كده، ويبص لقى فيها ايه، لقى فيها ابل. لقى فيها ايه، ابل، تفاح. يسكت بقى letter A ده؟ لا، مد الارم بتاعته واكل منها ايه، واخد منها ابل. علشان ايه، يرميها ولا علشان ياكلها؟ اكيد علشان ياكلها. طيب قعد ياكل كده لحد ما يشبع ويوقع فتافيت في الارض. جت مين بقى اللي اكلت الفتافيت بتاعته دي؟ جت الانت اهي. الانت مشيت كده، مشيت كده واكلت الفتافيت اللي كانت بتقع منه منين، من التفاح. مين هي الانت دي بقى؟ الانت اللي هي النملة. الانت اللي هي ايه، النملة. يلا يا حبيبي بقى اشرح لي تاني او قول لي تاني حكاية لتر ايه دي. هيبدأ يقول لك يا ماما لتر ايه ده علشان هو بيسمع كلام مامته، ومامته خدته معاها فين، في الحديقة، وبدأ بقى ان هو يلعب وكده، وبيبص لقى شجرة كبيرة تمام فيها ابل. فيها ايه، فيها ابل. مد الارم بتاعته على الشجرة واخد منها ابل. قعد ياكل منها لحد ما جت مين، مشيت كده الانت النوتي دي، وقعدت تاكل فين، في الفتافيت اللي كانت بتقع من مين، من لتر ايه وهو بياكل. تمام. يبدأ الطفل معايا كده عرف لتر ايه شكله وصوته واسمه، وعرف كمان 3 words فيها sound of A، فيها صوت الحرف كمان اهو. يلا قول معايا apple، ها، arm، ها، ant، يبقى sound of A تمام قوي لحد كده، كويس قوي. نيجي بقى يا ترى ايه التدريبات اللي انا اديها لطفلي عشان اعرف انه الكلام ده اتهضم بالنسبه له وبقى عارفه كويس جدا. نبدا نقول له في تدريب حلو قوي كده هنحله مع بعض، واشوفك بقى فاكر الستوري اللي حكيناها ولا مش فاكر. تعالى كده يا حبيبي هقول لك. بص بقى لتر ايه ده اهو، عنده اخ تاني صغير، هنعمل له ماتش، يعني هنوصله بيه. هنعمل له ايه، ماتش. يا ترى لتر ايه كابيتال او الكابيتال ايه، مين اخوه الصغير؟
هل ده ولا ده؟ ها يلا اعمل له ماتش. فين اخوه الصغير اللي كان واقف جنبه؟ يبدأ يجري 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 كده اهو يا ماما، اخوه الصغير اللي كان واقف جنبه. تمام، ده تدريب كده، اتعرف على شكل الحرف الكابيتال وعرف يميز اخوه السمول كابيتال ايه بسهولة. طيب نبدأ نديله حاجة تاني. تعالى بقى نشوف لتر ايه ايه ده كان عنده في الستوري بتاعته. تمام، عشان يبدأ يربط بالصور. كان عنده كاركتر كده او شخصية كانت معاه. يا ترى مين بقى ابطال قصتنا؟ هل الكار ولا الابل؟ تفتكر مين؟ الكار دي كانت معانا في الستوري ولا كان معانا الابل؟ يبدأ بسرعة، يعتمد على ذكائه البصري والذاكرة بتاعته، يقول لك ايوه يا ماما احنا كان معانا في لتر ايه الابل. تمام، الابل هي اللي كانت معانا في لتر ايه، لكن كار ما كانتش معانا. كان معانا سيارة، الولد راح مع مامته والسيارة ولا شيء؟ لا، ما عرفناش الكلام ده في الستوري بتاعنا. تمام كده، الطفل بدأ يتعرف على كلمات start with A. تمام، تعالوا كمان نعرف هيعرف يربط بالصور ولا لا. نبدأ نرسم له اهو لتر A اهو. يا ترى بقى هتوصله لي بأي صور كانت معانا؟ كل الصور اللي انا هرسمها كانت معانا في لتر A، لكن ما عدا واحدة بس ما كانتش معانا. تمام، يلا بقى نشوف هتعرف تكتشفها ولا لا. ويبدأ كمان معايا يتعرف على ايه؟ على الاسامي كمان من خلال الصور. مش بس ان احنا لازم نبقى كاتبينها، لا، يشوف الصورة كمان نربط له الكلام بالصورة، ان هو يبقى عارفها بالصورة. تمام، طيب وايه تاني؟ هل دي كانت معانا؟ الشمس دي كانت معانا، شفناها في الستوري. طيب هل التفاحة دي كانت معانا؟ يلا شوف كمان واحدة. قول لي بقى كده، الارم ده او الذراع ده كان معانا؟ قول لي بقى هنا هنوصلها بمين ومين ما كانش معانا في الستوري. فيبدأ يعمل كده. الصورة دي انا شفتها في الستوري، دي معانا. طيب دي لا، انا شفتش ماما ولا المس كانت رسمه لي ايه الكلام ده، لا ما كانتش معانا دي. طيب الابل، ايوه طبعا الولد اكل الابل وبعد كده ده مد الارم بتاعته. طيب يبقى الكلمه الوحيده اللي ما كانتش معانا او البيكتشر او الصوره اللي ما كانتش معانا هي ايه؟ هي صوره الشمس دي، ما كانتش معانا في الستوري ولا شفناها. يبقى احنا كده ربطنا الحرف بالصور اللي فيها صوت الحرف او الكلمات اللي بتبدأ بالحرف، زي يلا قولهم لي كده اللي انت وصلتهم بيها. انت وصلتهم ليه؟ عشان دي مين؟ دي الانت، وده الابل، وده الارم، لكن دي اسمها صن، دي ما كانتش معانا اصلا. تمام كده بدأ طفل يعرف ايه، طلع من السيشن معايا عارف كلمات فيها او start with A او sound of A، وعارف شكل الحرف مش هينساه خالص، ولا صوته، ولا هيعرف ايه، ولا هينسى ابدا شكل كتابته ازاي او الدايركشن الصحيح لكتابه الايه الليتر. استنوني ان شاء الله بامر الله، هعمل ستوريز لكل الليترز باذن الله، وهنعمل سلسله ان شاء الله بال 26 ليترز. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وهنحكي بقيه الستوريز.